السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا نونة ودي قناتي. هنعمل النهارده تسييح الزبده الفلاحي على اصولها او تخزينها الطريقه الصح، الطريقه الفلاحي اللي على اصولها، طبعا بتاعت امي بتاعت زمان. طبعا هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. انا معايا 2 كيلو من الزبده، واحده جاموسي والتانية بقري. طبعا دي زهره ودي زهره، طبعا الجاموسي بتبقى بيضه والبقري اللي هي الصفرة شويه دي. طبعا معانا حلة كده، هجيب الحلة وهننزل فيها ب2 كيلو زبدة. هو فاضيهم في حلة تكون كبيرة شوية، ما تجيبيش حلة صغيرة لأنك لازم تكوني الحلة تكون كبيرة وواسعة، فما تقولش هما حبة صغيرين فحلة صغيرة، لا لازم تكون حلة كبيرة. طبعا بعد ما فضيتهم في الحلة هحطهم كده على البوتاجاز وانا اولع عليهم نار وهسيبهم كده ايه، بس طبعا عينك عليهم، ما تسيبيهاش ولا تفك ولا تغفلي عنها لحظة، لان ممكن لو انت نسيتي عنها ممكن ايه بتنحرق منك وبتبقى حلوه. لازم ايديكي كده فيها ودانك تقلبي. طبعا هي بدأت تتفك، ومعايا كده نص حوالي معلقة صغيرة من الشاي، معلقة الشاي الصغيرة ملح، بس مش اكتر من كده. طبعا شفتها لما غليت وفكت عملت معاك ازاي، وبتغلي زي اللبن كده ورغوي البيضة كده، بدأت اللون اللي ينقلب كده اللون الاصفر. طبعا في الوقت دي بتهدي البوتاجاز عليها وتسيبيها خالص، وتكون ايه طبعا عشان كده قلت لك لازم تكون الحلة كبيرة. شايفين ليه لازم ايه تكون واسعة معاكي عشان تاخد وتدي معاكي، ما تكبش معاكي وتبهدل الدنيا. وطبعا خسارة انك ايه السمنة دي تقع منك وتبهدل الدنيا وكده، بتكون ايه يعني الغلا والحاجات اللي ايه اللي انت لازم تعمليها. طبعا انا ايدي فيها على طول، انا ماشيه معاكي خطوه خطوه وبقى ايه وبقلب كده. بدات ايه تلاقيها تقيله معاكي، بس طبعا ما تقولش ان هي كده وكده، لازم تبدا تتقل معاكي. يعني الفتره دي بتبقى فيها ما تتقل، بتكون ايه المرته بتنفصل عن السمنه وبتبدا تفك وكل حاجه ايه تروح لوحدها. طبعا كده ايه كده خلاص بدات المرته معاكي تظهر، بس طبعا لسه بيضه وتقيله معاكي. هتدنك تقلبي فيها على نار هاديه، ما تولعيش ما تعليش النار، لازم تكون النار متوسطه وتقلبي. طبعا معاكي كده ايه خلاص كده الزبده فكت او السمنه ساحت وفصلت المرته عن السمنه وكده خلاص بقى. بس بتكون معاكي لسه بتسيبيها. طبعا اللون بدأ يدي لون اصفر خفيف معاكي كده، انا طفيت عنها النار. طبعا شايفين بعد ما طفيت النار بتغلي ازاي. طبعا برضو بتقلبي فيها، لان في الفتره دي بقى بتستوي معاكي المرته وبتكون معاكي الفتره كده خلاص كده معاكي انتهت معاكي. بس سيبها لحد ما تبرد، وبعد كده بكون مجهزه برطمان. البرطمان دي بتكوني غسلاه ومنشفاه ومعقمه. حاول البرطمان ما يكونش فيه ميه، لان لو فيه ميه كده السمنه هتبوظ منك. كده ممكن معاكي السمنه تعيش معاكي لمده سنه، ما تخافيش منها. بدام البرطمان غسلاه ومنضفاه وحطاه في الشمس وتعقم، طبعا مش هتعرفي تحطيه في الفرن تعقميه لانه طبعا بلاستيك فهيفك منك، فلازم تحطيه في الشمس يتعقم معاكي. بتفضي يعني فضيتها كده معاكي وكده. بجد انا كنت ايه السمنه دي جايباها من ناس يعني اول مره اتعامل معاها، بس بجد طلعت حلوه، لان طبعا ادتك سمنه كتير والمرته قليله، فطبعا معاكي تكون كده السمنه مظبوطه. شايفين المرته عامله زي دي، اللون الصح والتسويه الصح اللي هتقدري تخزني فيها السمنه تقعد معاكي سنه بحالها. انا عبيتها كده في البرطمان وبغطيها قدامكم كده، يعني حبيتها بس اجرب معاكم البرطمان. بس طبعا انا هكشفها كده وهوريكم. طبعا ادتني كميه كويسه من السمنه. البرطمان دي باخد 4 كيلو، هو معدي نصه كده، يعني كده السمنه كويسه، ودي طريقه صح وما تخافيش منها. لازم تتعاملي في الزبده تجيبي من ناس انت بتتعاملي معاهم، هتقدميها كده بالهنا والشفا هتخزنيها وما تخافيش منها وتخافي منها بالطريقه دي الطريقه الصح اللي على اصولها. ومع السلامه، باي باي.